كانت هناك 29 نقطة للدراسة والمصادقة. تمت المصادقة على جميع النقاط سواء بإجماع أو بأغلبية. أهم هذه النقط هي اتفاقية إطار من أجل إحداث محطة تحلية المياه بإقليم طنطان، والتي تعتبر يعتبر مشروع جد مهم اللي فيه 2.2 ملايير درهم بشراكة ما بين مجلس الجهة ووزارة الفلاحة والمكتب الوطني للماء والكهرباء. اتفاقية الأولى من نوعها أيضا على الصعيد الوطني، والتي سوف تمكن من إنجاز هذا المشروع المنتظر اللي غادي يعود إن شاء الله بنتائج جد إيجابية، لا على مستوى تزويد الجهة بالماء الصالح للشرب، ولا على مستوى توسيع مجالات السقي. 5000 هكتار، نتحدث عن 5000 هكتار. نتحدث أيضا عن اتفاقية شراكة للمواكبة التقنية، ونتحدث أيضا عن مقرر لطلب قرض مع البنك الأوروبي لإعادة البناء وتأهيل لابورد من أجل المواكبة التقنية وكذلك المادية لهذا المشروع المهم. هناك أيضا بطبيعة الحال نقط أخرى ذات أهمية كبيرة، على رأسها الدعم أو تنزيل الدعم اللي اعطته، واللي سوف تعطيه الجهة أكثر لقطاع الرياضة، واللي سوف يكون تدريجيا، لأننا بدأنا ب4 رياضات: رياضة كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، ورياضة الأشخاص ذو إعاقة، واللي تم رصد لسنة 2023 مبلغ 5 ملايين لهذه الرياضات. واليوم هناك تعاقد مع الجامعات الملكية المتخصصة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأيضا الجامعات الملكية الأخرى، من أجل الدعم، إعطاء دعم مادي، ولكن ليس فقط الدعم المادي بل أيضا المواكبة والتأطير والنهوض بهذا الإطار، بهذا القطاع، على أساس أن يكون هناك يوم دراسي مع جميع الجامعات من أجل الحديث والمناقشة على كيفية تنمية هذا القطاع بما فيه تجهيزات البنية التحتية والدعم إلى غير ذلك. كانت هناك أيضا مناقشة حول القطاع الصحي، اللي هو قطاع اجتماعي وله أولوية كبيرة بامتياز. تعلمون أن الجهة منخرطة بشراكة مع وزارة الصحة من أجل المساهمة في عدد من المراحل كالتعاقد إلى غير ذلك، القافلات الطبية إلى غير ذلك. واليوم أيضا تم تعزيز هذا العرض الصحي بتجهيز جناح خاص للأمراض النفسية بالمستشفى العسكري مولاي الحسن. وكانت أيضا بطبيعة الحال اتفاقيات أخرى لمواكبة المجال القروي في الدراسة، في إنجاز دراسات لتأهيل المراكز الحضرية بالجامعات أو المجال القروي. كانت أيضا اتفاقية شراكة مهمة لخلق 60 ملعب قرب مع وزارة التعليم بمبلغ 90 مليون درهم، تشارك فيها الجهة ب30 مليون والوزارة ب60 مليون درهم. وبهذا تكون الجهة قد الحمد لله بدأت في تنزيل صحيح لعقد برنامج، وأيضا في التأطير اللي هو دور من أدوار الجهوية المتقدمة.